في اماكن صغيره كتير بتعمل اكل حلو قوي بس دايما مش مشهورين، وده واحد منهم. بايت بوكس في زهراء المعادي، مكان صغير بس اكتشاف، وهتعرفوا ليه دلوقتي. المنيو عندهم صغير، عباره عن بيف برجر وفرايد تشيكن مع شويه مقبلات. جربت الفرايد تشيكن عندهم، وهنا كانت المفاجاه بالنسبه لي ان مكان صغير يكون مهتم بكل تفصيله في الساندوتش، من اول العيش البريوش اللي بيتعمل لهم مخصوص لحجم قطعه الفراخ وتتبيلتها والصوصات اللي بيستخدموها. وبالمناسبه مفيش اي لغوصه في الموضوع، بس خليني اوريكم جربت عندهم ايه. اول حاجه جربتها كان الكرانش فرايد تشيكن دبل. عايز اقول لكم ان الساندوتش ضخم جدا وما كنتش عارف هاكله ازاي اصلا. بيكون فيه خس مع صوص رانش وخيار مخلل وصوص جبنه، ومعاهم بطاطس كريسبي متقطعه شرايط صغيره جوه الساندوتش. اول حاجه هتاخد بالك منها ان الصوصات اللي بيستخدموها حلوه قوي، قطعه الفراخ كبيره وتتبيلتها حلوه قوي. الساندوتش ده عظيم جدا. اللي اجمد منه بقى وعجبني اكتر ساندوتش التركي، وطلبته برضه دبل، وده بيكون نفس المكونات تقريبا بالظبط، بس هنا بدل البطاطس الكريسبي كان في قطعه تركي، وده هيبقى الساندوتش المفضل ليا عندهم. بدون مجامله عايز اقول لكم ان ده واحد من احلى سندوتشات الفرايد تشيكن اللي اكلتها حرفيا. وبالمناسبه السندوتشات كلها عندهم بيكون معاها باكت بطاطس. خد بقى شويه بطاطس واضرب في الصوص واديله. ندخل بقى على البيف، بس قبل ما اوريكم سندوتشات البيف هم عاملين خصم 20% على المنيو كله لفتره محدوده. اول سندوتش ده بيف اوريجينال دبل، بيكون عليه خس وخيار مخلل مع صوص الجبنه وصوص بايت بوكس. صوص الجبنه عندهم حلو قوي، بيستخدموا كمان لحمه نظيفه مع عيش البريوش اللي بيكمل حلاوه الساندوتش، فالموضوع هنا فعلا يستحق التجربه. نبلع بقى بالفي 7 ونخش على اللي بعده. جربت كمان برجر بالاناناس، تقريبا نفس المكونات بالظبط، بس هنا بيتضاف عليه اناناس. طعمه كان لطيف جدا، ميكس الاناناس المسكر مع طعم البيف هيعجبكم جدا لو بتحبوا الحاجات المطرقعه. عايز اقول لكم كمان ان عندهم تشيكن وينجز حلوه قوي، حجم وطعم ولا غلطه. طلبت السويت شيلي، حجم القطعه كبير، متسويه صح قوي ونظيفه، الصوص داخل جوه الوينجز فهتحبوها قوي. وجربت كمان اللي بطعم صوص الفاير، بس السويت شيلي عجبني اكتر. اكتشفت كمان ان هما بيعملوا كول سلو، عايز اقول لكم ان طعمه زي اللي احنا متعودين عليه واحلى كمان. فلو بتدوروا على مكان بيعمل كول سلو حلو هتلاقوه هنا، لازم تجربوه هيعجبكم قوي. دي خلاصة تجربة مكان صغير اسمه بايت بوكس، بس حقيقي طلع نينجا. هم مكانهم في زهراء المعادي، مبنى الحجاز اخر طريق كارفور، وعندهم كمان ديليفري. وما تنسوش ان في خصم 20%، فاعمل منشن لصاحبك اللي هيجرب معاك، وما تنساش تعمل لي فولو.